عمل لبس كثير جدا واختلطت فيها أشياء كثير. أولا، إزاي الناس مش منشغلة بسؤال أهم كثيرا: ما هي تلك الجهة التي تعطي لنفسها حتى الآن حق تسجيل أي مكالمة لأي مواطن؟ لا، طرح هذا السؤال عشرات المرات. لا، مش عشرات المرات. تكون اطرح حاجة إن لازم نبقى عندنا وإجابة واضحة عليه ومبرراتها شيء تاني، وهي معايير هذه التسجيلات. ومش ممكن أبدا أن تمر هذه المسائل في أي بلد مجتمع، في أي مجتمع محترم يدعي الديمقراطية ويدعي الشفافية ويدعي احترام حقوق الإنسان أن تعمل هذا. هقول لحضرتك بعض الرد على النقطة دي، إن النهارده مصلحة الوطن أهم من الديمقراطية. لا ده بص، شوف، كل انتهاكات لحقوق الإنسان وكل الحريات تتم بهذه المسألة، وكل والأنظمة العنصرية والفاشية كانت بتتحدث في مصلحة الوطن. وبعدين مين عارف مصلحة الوطن؟ من أنت حتى تعتقد أنك تعرف مصلحة الوطن أكثر مني؟ هل مصلحة الوطن لذلك تطرح على الرأي العام؟ هل مصلحة الوطن يعرفها الراجل بتاع أمن الدولة عني أنا شخصيا؟ لا، أنا أعرف مصلحة الوطن عنه. كونك لك وظيفة معينة ويجب أن تؤديها بالشكل السليم دي حاجة تانية خالص. وبالتالي الحاجة الثانية والسؤال الثاني البسيط جدا: ما مدى قانونية وأخلاقية أن تذاع هذه التسجيلات على الهواء على الملأ بهذا الشكل؟ إزاي يا إخواننا كل هذه المسائل؟ أنا هفترض أن ما يذاع صح 100%، مش دي قضيتي، إنما يجب أن احنا نتفق على مبادئ أساسية نبقى واعيين لأهميتها. بس يعني دكتور، معلش دكتور أسامة، يعني باراك حسين أوباما راجل طالع بيقول إحنا والله هنحاول نخف شوية التسجيلات على حلفائنا. يعني ده الراجل مش قال، يعني احنا عندنا على الأقل الجهات الأمنية قالت مش احنا، لكن الراجل رئيس دولة وقف على رأي حد من المحللين قال 45 دقيقة باراك أوباما الأسبوع اللي فات بيتكلم كلام ما فيش منه جملة مفيدة، شبه كده الدكتور مرسي، عشان يقول في الآخر خالص احنا بنسجل وهنفضل نسجل وهنسجل للشعب وهنسجل للحكومات وهنسجل للدول، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. لا بص، انت كده يعني هذا هو الذي يعني اريده. اولا في امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه المؤثره هذه المساله، لازم الناس مين اللي بيسجل؟ ما هو احنا مين؟ احنا دي قول لي مين اللي بيسجل. طب بعد هذا كله حضرتك قلت لي الكلام ده، مين بقى اللي بيسجل؟ قول لي مين. انا ما اعرفش. طب ما تعرفش يبقى خلاص، يبقى انت ما حصلتش على اجابه. انما في امريكا الاجابه موجوده وعارفين مين بيسجل، واوباما قال هذا الكلام وبالتالي محترم في هذا السياق. انما احنا لغايه دلوقتي مش عارفين. يعني حضرتك بتحترم اوباما في تسجيله لانجلا ميركل؟ مش حكايه، لا مش احترم وما احترمش. هذه ممارسات بتحصل في كل اجهزه المخابرات والامن في الدنيا كلها. هو دي مش سر، ودي حاجه مش غريبه. يعني احنا بنسجل لاوباما؟ نعم، احنا بنسجل لاوباما. يا ريت نسجل لاوباما. لا ما اقصدش، انما عايز اقول ان هل تتم عمليات التسجيل من اجهزه الامن في اي حته في الدنيا والتنصت على اجهزه من اجل حمايه؟ طبعا بتحصل. انما في كل المؤتمرات المحترمه الديمقراطيه في ضوابط قانونيه وفي ضوابط اخلاقيه، ولازم تبقى خاضعه كل هذه الممارسات كلها للرقابه.